انديسير ما يتشبعش، صدقيني والله ما يتشبع، وبمكونين كم الناس يحبوهم، الفراز والشوكولا. وعلى هكا رانا في موسم الفراز، راهي متوفرة بكميات هائلة بسم الله ما شاء الله، وبسعر بسيط. اكثر فاكهة عندي نحب ندير بها لي ديسير والتحليات، تجي بزاف بنينة وخفيفة وما تكهمش. نقول لكم خياتي العزاز، شاهدكم في الجنة، تبعوا معايا الفيديو للأخير، كل شيء راه بالتفصيل في الفيديو. وإذا كنت جديدة معنا نقول لك ما تنسانيش باللايك والاشتراك، ونقول لك مرحبا بك في قناتي، قناة روتين مع إيمان. وخليكم معايا نبدأ على بركة الله وصفتنا النهار اليوم. كأول خطوة نحكموا الفخاز تاعنا، نغسلوها تخي بيان، ونقطعوها بالطول، يعني نقطعوها رقيقة بالطول كما كتشوفوا معايا في الفيديو. بعدها نحكموا هذوك الشرائح اللي قطعناهم ونحطوهم على الجوانب تاع الكؤوس ولا تاع ليفيغين اللي راك حتحطي فيهم، يعني نحطوها على الطرف على الجناب. وايضا نخلي كميه صغيره من لافخيز ونقطعها صغيره صغيره، نحتاجها في الاخير راك حتشوفي معايا. كثاني خطوه حكمت البسكويت تاعي، انا خيرت هذا النوع، ما يجيش حلو بزياده او ناقص حلاوه ويجي بنين. ونشمخو في الحليب اللي كنت حطيت فيه شويه من نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، نحلها مليح مليح في هذاك الحليب بلا سكر. ايضا في كل كاس نحط قطعتين من هذاك البسكويت، لان الكؤوس اللي كانت عندي شويه صغيره ما ترفتش، اذا في كل كاس حطيت قطعتين فقط. اذا كنتي راح تستعملي ليفيغين شويه كبار على هذو، يعني ديري حتى الاربعه قطع، باسكو جايين صغار شتيهم اصابع فينجر. نشمخ هذاك البسكويت ونكسره ونحطه في الكؤوس، وعلى الجوانب كما كتشوفي معايا في الفيديو نحط هذيك الفراز اللي كنت قطعته شرائح رقعة، ونحاول نستفهم مليح هكا يعطوني داك الشكل الشباب. ونكمل بنفس الطريقة كامل هذوك الكؤوس، وبعدها نروحوا للكريم ديسير. اولا نخدم بارد في بارد باه نحط على النار. حطيت نص لتر تاع حليب معاها باكي تاع فلون شوكولا، ولكن تاع نص لتر، يعني بالتحديد في نص لتر تاع حليب تحتاجي 4 مغارف كبار تاع فلون. حطيت معاهم ايضا مغرف كبيره تاع كاكاو بني، ومغرف كبيره تاع سكر، وشويه لافاني. ولافاني يبقى شيء اختياري، ولكن حطيت لافاني لانها تعطيني لمسه بزاف جميله مع لافخاز. وايضا نحتاج مغرف كبيره تاع مايزينا اللي هي نشاء الذره، ونخلطهم بارد في بارد باه نحطهم على النار.
وايضا النار تكون خفيفه، ونقعد نحرك حتى يبدا يثقل عندي هذاك الخليط. بعدها نضيف هذوك 6 قطع تاع الشوكولا اللي شتيني حطيتهم، هذوك 6 قطع تاع شوكولا نواغ. تزيد واحد البنه في الكريم ديسير تاعنا روعه. هنا بالذات بعد ما الخليط تاعي بدا يثقل بدا يعقد، جبدته على النار، ضفت له هذيك الشوكولا السوداء وزدت له مغرفه صغيره تاع زبده باه تعطيني هذاك القوام الكريمي، هذاك القوام الشباب. ونحركهم مليح ونعاود نردهم للنار مده دقيقه او 2 فقط، قيس ما تذوب معايا هذيك الشوكولا وسيب. بعدها نجي ونبدا نعمر في هذوك الكؤوس او لي فيغين تاعي تاع الديسير، ولكن بشرط انه ما نفرغش من الكاسرول ضربه واحده، من الكاسرونه ضربه واحده، وباه نحافظ على هذيك لابخاز وهذاك الكاطو اللي كان سبق وحطيته في الكؤوس. نفرغ تدريجيا، يعني كما تشوفي معايا في الفيديو. مثلا حكمت الكاس الاول فرغت فيه كميه وخليتها تبرد، ومن بعد بديت الكاس الثاني الثالث الرابع، ومن بعد نعاود نرجع للكاس الاول ونزيد نكمل نفرغ فيه نكمل حتى يتملى الكاس، ولكن ما نعمرش الكاس للاعلى لانه مازالوا طبقتين راح نزيدهم. اذا هنا فقط نوصيك انه ما تفرغيش الكريم ديسير على ضربه، يعني الفرزه راح تخسر، وايضا هذاك الكاطو اون سي جامي يطلع لك في الاعلى. اذا فرغي تدريجيا، فرغي خليه يبرد شويه ومن بعد زيدي كملي، وما تعمريش الكاس للاعلى لانه مازالوا طبقتين كما قلت لك. بعد ما نكون كملت كامل هذوك الكؤوس نحتفظ بكميه من هذاك الكريم ديسير ونديرها في الثلاجه تبرد، وبنفس الكاس نزيد نعبر كاس تاع شونتيي بودغ ونخليه يبرد ايضا. بعدها نحكمهم نطلعهم مليح بالباتور، ونشيل هذاك الكاس تاع الكريم ديسير نشيلوه بالحليب، ونكمل نطلع بالباتور تخي بيان حتى تشكل عندي هكا اون كريم. نديرها في لابوش باه تسهل عليا الخدمه، ما نخدمش بالمغرف، ونبدا ندير في المونتاج تاعي ونعمر كامل هذوك الكؤوس. اذا هنا بعد ما يكونوا هذوك الكؤوس بردوا، هذيك لاكريم ديسير الطبقه الاولى تكون بردت جمدت شدت روحها، اذا ندير شويه من هذيك لاكريم اللي طلعتها من لابوش، ونحاول هكا نسقمها من الاطراف بتبان في الحواف، بتبان في هذوك لي فيغين. كل كأس درت شويه من هاد لاكريم شوكولا اتارتيني، ولكن بالفيريرو روشي بالبندقه، بزاف بنينه وبزاف هايله. وهذا شيء اختياري، اذا كانت متوفره بها ونعمه، ما كانت متوفره ما تكسريش راسك. فقط هذيك لاكريم اللي طلعناها مع هذوك القطع تاع الفخاز اللي قلت لك في الاول نحتفظوا بهم للاخير، يعني شويه من هذوك القطع تاع الفخاز، وايضا نزيد طبقه اخرى من هذيك لاكريم بنغطي بها هذاك الحشو، ونحاول بلا سباتولا هكذا نسقم لها السطح تاعها با يولي املس هكذا. المهم كما راك تشوفي معايا في الفيديو بالذات. وكي
ونكمل كامل الكؤوس، نحكم ان بابيي ونسيي نمسح الاعلى تاع الكؤوس، لانه اكيد راه بالشونتيي وهذيك الخدمه ولا سباتول والمغرف اكيد راح يطلص. باه تجيني الخدمه متقونه والكؤوس تاعي يجوني متحوفين، لازم كي ندير الطبقه الثانيه هذيك تاع لا شونتيي ونحشيها، لازم ايضا نمسح باه نخلي الكاس نظيف، باه نزيد الطبقه الثالثه اللي هي دوك تشوفوها معايا. وهذه الخطوه بزاف مهمه، يعني هي اللي خلات لي فيغين او الكؤوس يجوني مستفين ومرتبين وشويبين كما شفتوهم في بدايه لا فيديو. ودوكا نجو للطبقه الاخيره، ما كاش ما اسهل منها. نحتاجو 50 غرام تاع شوكولا سوداء مع 50 غرام تاع شوكولا بنيه بالحليب، ونضيفوا لهم 100 مليلتر من الكريمه السائله لا كريم فريش ليكيد. انا حطيتهم في ضربه في الكاسرونه، وهذه الكاسرونه الصغيره راح نحطها في كاسرونه اخرى الماء يغلي، يعني نحطها في بان ماغي، راح نذوبها في بان ماغي. او نعطيك طريقه اخرى اللي هي تسخني لا كريم فريش تاعك، تسخنيها مليح وتحطي هذيك الشوكولا وتذوبيها وتبداي تخلطي يعني الطريقتين ناجحين، ديري الشيء اللي سهل عليك. اذا وفي كل كأس نفرغ كمية ونحاول نخبط هذاك الكأس باه يجيني مستوي، باه تجيني الطبقة الأخيرة تاع هذا الكريمة تجيني مستوية. يعني على هكذا انسيستيت عليكم قبل انه نمسحوا الكؤوس باه تجينا العمل تاعنا متحوف ومتقون ويبانوا تدرجات الالوان. ونكمل نعمر كامل الكؤوس تاعي بالطبقة الأخيرة ونحطهم يبردوا في الثلاجة، ويبقى التزيين اختياري، هنا كل وحده واش طارت. انا كانت زيدت لي شويه من هذيك لا كريم شونتيي اللي كنت طلعتها بالكريم ديسير، اذا زينت هكا درت دي روزاس وزينت هكا بشويه قطع تاع الفريز وشويه من هذيك لا فايدور وصلة نبي اللي كانت عندك تصلح. ما تعمري راسك ما تكسري راسك، هذه التحليه ديكا يعني بلا ما تزينيها ديكا، خصوصا سهراتنا تاع رمضان اذا قدمتيها بارده او للمهيبه للخطبه، يعني كامل راح يكونوا دي فيغين دو ديسير دو كلاس. يعني وشتو امور بسيطه جدا ولكن فقط الطريقه اللي هي تصنع الفارق. اذا حبيبتي نقول لك واش راكي تستناي؟ جبتي هذوك زوج حبيبات تاع الفراس اللي راهم في الفريجيدار، الفلان وشويه بسكوي، وعلى بركه الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله خياتي العزاز. والله صراحه نتمنى كامل اللي شافت هذا الفيديو نتمناها تجربها وترد لي بالخبر. وذوك مبقى عليا غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه سحوركم، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.